من عندك محمد؟ قفار، السلام عليكم من إيران. قفار السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي قفار، أهلا وسهلا. نعم. عندنا سؤال شيخنا من حبيب ياسر. نعم تفضل يبا، تفضل. لماذا السنة يتشتفون في صلاتهم؟ شكرا على سؤالك. إنهم يفعلون ذلك اتباعا لسنة سيدهم عمر بن الخطاب، فقد أثر أنه لما فتحت فارس وجيء ببعض الأسارى إليه دخلوا عليه وهم يفعلون هكذا، لأن من عادتهم تعظيم الأكاسرة وتعظيم النار كذلك بهذه الطريقة. وإلى الآن التماثيل التي هي باقية والنقوشات على الجدران والآثار الباقية من عهود الأكاسرة سواء داخل إيران أو خارج إيران، لأنه بعض التماثيل مثلا هذه نقلت إلى المتاحف العالمية، لكم أن تلاحظوا أنها في كثير منها فيها مجسمات لأشخاص حين يقفون أمام النار أو يقفون أمام الملك كسرى يفعلون هذه الطريقة بالضبط. فعمر هو من طبيعته كان يتصرف في دين الله عز وجل بما يشاء ويرتهي، فلما شاهدهم دخلوا عليه بهذه الطريقة قال ماذا تفعلون؟ قالوا نحن هكذا نعظم الملوك، يعني وأنت ملك احنا نعظمك بهذه الطريقة. فالتفت للناس وقال للناس قال لهم فربكم أولى بأن تعظموه فاجعلوا ذلك في صلاتكم. والغنم اتبعوا عمر على الطبيعة الغنمية اللي يعاني منها كثير من الناس، قالوا ما دام قاله عمر فإحنا نجعلها في صلاتنا. عمر كانت فيه هذه الخصلة القبيحة هذه، أنه يتصور الدين دين أمة، يعني بكيفه يتصرف ويلعب بي ويغير. مرات كان يأتون يقولون له أنه هذا الأمر مثلا ليس في زمان رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمر هكذا. يقول أنا زميل محمد، ماكو مشكلة، احنا كلانا زملاء كنا على مقاعد الدراسة، فيعني ما يأثر، أنا أتصرف ألعب بدينه، أغير، أبتدع، أحدث، مو مشكلة. وسبحان الله عقول أهل الخلاف يعني كبراءهم وقصاصوهم وكهنتهم جدا تتنرفز أمام أي بدعة، خاصة الوهابيين. أي شيء الذي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله فورا يرمونه بالبدعة وأنه حرام، حتى وإن كان التليفون مثلا أو السيارة، لأنه سابقا صدرت منهم فتاوى في تحريم التليفون، تحريم السيارة. وين كانوا يقولون التليفون فيه سحر فحرام. أيعقل هذا أنه واحد يسمع واحد من مكان بعيد وكذا، هذا التليفون به سحر. والسيارات هذه سيارات الإفرنج حرام، ونطقوا وصدرت فتاواهم وهذا حرام أن نركب هذه السيارات. وضمن هذه الفتاوى قالوا أيها الناس لماذا تتركون حمير الله وتركبون حمير الإفرنج؟ الله خلق لنا حمير ينقلون لنا، هذا حمير الله، هؤلاء ذولا نركبهم الحمد لله ينقلوننا زين، ليش نروح نركب حمير الإفرنج هاي السيارات ليش؟ بعدين اتطوروا. أنا أدركت جمعا من وهابية الكويت، وكانوا وربما بعضهم ربما إلى الآن ربما يعيش ما أدري، المهم كانوا يحرمون التصوير ويرون أنه من أكبر المنكر والإثم. حتى كانت لهم مجلة اسمها مجلة الفرقان تصدر عن جمعية إحياء التراث السلفية بالكويت، ودائما هذه المجلة ما فيها صور ذوات أرواح، ما فيها أبدا، بس أشجار، أنهار، ما أدري سماء، ما أدري كذا، ما يخلون صور أبدا، تصوير حرام.
الآن وين يطلعون تصوير بالأمام الكاميرا، صوت وصورة ومكياج يخلوا لهم وميك اب يخلوا لهم ويطلع لك وكذا ويتكلم. هواي يعني صار تطور كبير في الذهنية الوهابية. المهم هم إلى الآن أي شيء الذي يفترض أن لا يكون في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان حسب القواعد الشرعية مباحا، لأن الأصل الإباحة هو يعني مولد النبي مثل هذه إقامة احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله بدعة حرام. وكل سنة أبواق الشياطين تطلع: أيها الناس لا تقيموا المولد، حرام، لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة وما يجوز إلى آخره، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة، من يقول حرام؟ على أي حال هذه القاعدة عندهم تتغير تماما إذا كانت البدعة من عمر بن الخطاب. تمشي هذه. عمر عنده VIP ماكو أو شنو استثناء. عمر مرخوص دائما، يجوز له ما لا يجوز لغيره. يعني إذا أنا أبتدع أنت تبتدع تقسم ظهورنا، أما إذا يبتدع عمر فتقبل رجلاه. الشكل طريقتهم الشكل. والدليل أنه عمر ابتدع أشياء في الشريعة ما كانت موجودة، مثل صلاة التراويح، وهو يعترف وفي صحاحهم أنه هو يقول هذه بدعة. لما أنكروا عليه وقالوا هذه بدعة قال: نعمة البدعة هذه، يعني نعم البدعة هذه، ومشوا عليهم إلى اليوم ماشيين. وعمر ابتدع الطلاق البدعي، وهم إلى اليوم يعترفون أنه طلاق بدعي ويسمونه هكذا بصريح العبارة، يقولون هو طلاق بدعي عمر شرعه. عمر قال إنه كان للناس شيء لهم فيه الأنات وقد استعجلوا فلو عجلناه إليهم. عجل لهم، قال يلا كل واحد يطلق مرته طلاق بدعي من غير الشرائط الشرعية فتبينوا منه، خلص. هم يمضونه إلى اليوم. طيب كيف تمضونه ورسول الله لم يجوزه، رسول الله لم يعمل به؟ هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقولون عمر قال، خلص ما دام عمر قال، عمر يجوز له ما لا يجوز لغيره، لذلك لا ينبغي أن يستبعد، لا ينبغي أن يستبعد أن عمر بن الخطاب هكذا تصرف في الصلاة. لأنه أنا أدري الآن المخالفين ماذا يقولون لما يسمعون الآن هذا كلامنا، أنه هذا التكتف أو التكفير احنا نسميه، هذا القبض، هذا بدعة في الصلاة، مبطل للصلاة، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون لا، هذا مو صحيح، هذا من سنة رسول الله. كيف من سنة رسول الله؟ يقولون عندنا أحاديث في هذا الشأن. نقول هذه الأحاديث التي تذكرونها أولا ليست صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله قد قبض يديه، لا على الدوام تستطيعون إثبات ذلك. وإذا قلتم هي حالة استثنائية، فالحالات الاستثنائية يمكن النبي قبض مثلا، أراد أن يشد إزاره مثلا، قبض على بطنه بسبب البرد مثلا، يعني لم يكن تشريعا في الصلاة، لم يكن من سنن الصلاة هذا. لا يسعكم أن تثبتوا أنه كان حالة دائمية. لماذا؟ لأن بقية الآثار والأحاديث التي تتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله هي خلو من ذكر أنه كان يتكتف في الصلاة، خلو. وأنتم اختلفتم أنتم أنفسكم الآن، هم كم مذهب؟ 4 مذاهب صحيح، هم اختلفوا فيما بينهم في أنه هذا التكتف واجب مندوب، بعضهم منعه كالمالكية، ولذلك أنتم انظروا المذهب المالكي ما يصلون إلا إسبالا مثلنا، ما يصلون. الأباضية كذلك مثلا. فهذه كلها أمارات على أن هذا الأمر لم يكن في عهد النبوة. لو كان يفترض أن يكون من الاشتهار بمكان، لأن إذا كان المسلمون يرون دائما النبي صلى الله عليه وآله يصلي بهذه الطريقة فلا يختلف فيهم اثنان، لا يختلف، يفترض يعني هكذا.
على قواعدهم أتكلم. الآن قد واحد يأتي أيضا من أهل الخلاف يقول: وهل من المعقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يرون عمر يبتدع في الدين ولا ينكرون؟ يرون عمر يقول لهم صلوا بهذه الطريقة وهي مأخوذة عن صلاة المجوس وطريقتهم في تعظيم ملوكهم، ولا ينكرون ذلك عليه؟ نقول إيه نعم ممكن لا ينكرون، بل على العكس يعلمون التعارض بين ما قاله عمر وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقدمون على ذلك كلام عمر، يقدمون كلام عمر. وهذا صار في التاريخ موجود. ذات مرة دخل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الشام للمرة الأولى، لأول مرة دخل، أراد أن يصلي الجمعة، راح جامع عظيم كبير في دمشق، الجامع الأموي، راح لكي يصلي. دخل الجامع، جلس لكي يصلي، شاف الذي صعد المنبر خطبة الجمعة قبل الصلاة من؟ معاوية بن أبي سفيان. هذا كان في زمان حكم معاوية. فإذا به يقوم من مكانه ينظر إلي هكذا، وبدأ يتقدم وهو قابض على سيفه، تقدم 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 إلى أن وصل إلى المنبر، شهر سيفه، أمسكوه قالوا له ويلك ماذا تفعل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. أنا أشوف معاوية على المنبر، أريد أن أمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وآله. فقالوا له، هنا شاهدي أنا، قالوا له ولكن عمر بن الخطاب قد ولاه. زمان حكم معاوية للشام بأمر من؟ بأمر عمر، عمر هو الذي ولى معاوية الشام. قالوا له ولكن عمر بن الخطاب قد ولاه، فأرجع سيفه إلى غمده وقال السمع والطاعة لأمير المؤمنين. وين السمع والطاعة لرسول الله؟ رسول الله يأمرك بأمر، يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. عمر بن الخطاب خالف هذا الأمر، ولاه وجعله على هذا المنبر. أيهما أولى بأن يطاع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. أما شوف هذا المطفي ايش سوى؟ قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، ما قال السمع والطاعة لرسول الله. وهذه مشكلتنا معهم، هذه مشكلتنا مع أهل الخلاف. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تصلى النافلة في جماعة، ومنعهم. ذات مرة اكتشف أنه كان يصلي في ليالي شهر رمضان، هي هاي الصلوات، صلوات ليالي شهر رمضان، وإذا بهم يصطفون وراءه ويصلون بصلاته، فالتفت إليهم وقال لا تصلوا، ممنوع، النافلة ما تصلى جماعة، بس الصلاة الواجبة المفروضة. منعهم عن ذلك. عمر بدل هذا الحكم، أجاز أن تصلى النوافل جماعة، ومنها نشأت بدعة صلاة التراويح. أيهما واجب أن يطاع الآن؟ رسول الله أم عمر؟ المسلم يقول رسول الله، لكن هؤلاء ماذا؟ عمريون، يتبعون عمر. هذه مشكلتنا معه. والأخ السائل له أن يرجع إلى ورقة بحثية قديمة كانت تفصيلية حول قضية التكتف في الصلاة، وفيها عرضنا الروايات والآثار في هذا الشأن وناقشناها بتفصيل. حتى الصور عرضناهم سماحة أي الشيخ. حتى الصور. نعم.